هذا اكو شاب من محافظة ذي قار بدون تحديد لا أقضية ولا نواحي ولا من محافظة ذي قار. هذا الشاب اسمه حسام. حسام شاب مجتهد جدا، انقبل بكلية بالنجف، تحديدا بالنجف، اعتقد بجامعة الكوفة. جامعة الكوفة حسام بدأ باجتهاد من بداية المرحلة الأولى لحد الرابعة، لكن اكو فد مسألة واجهته انه هو حب له بنية من النجف. وهو منين؟ من الناصرية. من الناصرية. فبدأ حسام ويا هاي البنية حباها حب شريف. يعني وصلت ابو ود، وصلت المرحلة انه حسام اذا ينزل بيئتهم ويغيب عن المحاضرة الاستاذ يسأل البنية يقول لها اليوم حسام ماكو. اها، من قد ما من قد ما الكلية كلها درت انه حسام وفلانة واحد يعرف الثاني. واحد يحب الثاني. فوصلوا المرحلة الرابعة قال لها حبيبتي أنا بعد ما أقدر عن هذا الموضوع، الكلية كلها درت والجامعة درت والأساتذة يدرون أنا أحبك، خلينا نتوكل بالله على مود أكد حبي ومصداقيتي لمشاعرك والمشاعر أتقدم لك فحاكي أهلك، وإن شاء الله الأسبوع الجاي أنا جايكم. فعلا حسام أخذ عمامه وأهله وراحوا له بالنجف. قعدوا عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. عم احنا نريد بكم على سنة الله ورسوله، وبدكم ويا حسام ابننا وريد على سنة الله ورسوله. ابو البنية قال انا ما عندي اعتراض، بس شرط انا بنتي ما اقدر انطيها الشخص ما متخرج. اها، هو لازم يتخرج، لازم يتخرج، شرطي لازم يتخرج من الجامعة على بود اعطيني بنتي يستحقها. ابو ود وقف له حسام قال له عمي انا الكليه كلها تدري بي انا احبها، واذا تخرجني شلون راح اقول لهم انا تزوجتها وثبتت حبه الها؟ اريد قدامهم قدام العالم. فاني اطلب منك طلب وامنيه اتمنى تحقق لي اياها بحفله التخرج، انتم تحضرون واهلي يحضرون والبسها الحلقه بحفله التخرج قدام الطلاب. حلو. قال له هاي من الزينات. حسام بمنطقته عنده مجموعه الشباب ابو ود، كل شهر صارت هاي قضية الحشد ما حشد. هو مو بالحشد، هو الشاب متبرع يلمون مواد غذائية وأشياء تخدم المقاتلين ويودونهم مساعدات. فقبل حفلة التخرج حسام راح ويا المجموعة اللي راحت ودت المساعدات. حلو. انحصروا هناك من داعش مدة 40 يوم. يا عبر حفلة التخرج وعبرت الامتحانات. فخابرها قال لها حبيبتي انت روح امتحني وتخرج وان شاء الله السنة الجاية انا ان شاء الله ارجع للدوام وراح اخطبك بحفلة التخرج. هذا يمين علي، انا لازم اثبت لك حبي. وفعلا حسام رجع من الجبهة وداوم وبدا دوامه مرحلة رابعة يعني عادها من جديد. ورا فترة ابو حسام اتصل بابو البنية قال له اخوي احنا جايينكم للنجف ان شاء الله. فابو البنية حضر عمامه جايين خطابة بعد ما بيها مجال. فوصلوا اهل حسام للنجف، طبوا فرع بيت البنية وطلع ابو البنية وعمامه يتلقون العالم، والا انه تابوت على السيارة وعلم عراقي. استشهد حسام. يابا. فمن دفنوا حسام الصبح. بس اكو شيء ما فهمته، هو يعني هو شهريا يروح للجبهة يودي مساعدات، فاثناء روح تستشهد. اهله يدرون بيه شهيد؟ يعني من قالوا لهم جايكم خطابة؟ لا اهله هم جابوه، ما قالوا لهم جايب لكم شهيد، عبالهم بيت البنية، عبالهم جايين خطابة، ما قالوا لهم استشهد. بس اهل الولد يدرون جابوه شهيد. تمام. فالصبح دفنوا حسام، والعصر البنية قالت لها يمه اخذيني للقبر مال حسام قريب عليهم بالنجف. فخلت شيء على القبر، انا جايبه لكم هديه لهيل وليل، اذا تسمح لي اقوم اخليه مكان. تشرف يعني شايل شيء؟ خلت هذا العلم انا جابوا لي اياه. يا عمري. هذا العلم خلوه على قبر حسام. يا عمري. هذا خلي العالم كله يشوفه. هذا خليه هنا. انا اريدك تلبسه. لا انا خليه يمك لان انت تستحق. ربي يحفظك والله ما ادري ايش اقول لك. الله يحفظك. هذا والله. كتبت له رساله وخلتها يمي القبر. قالت له
اتفقنا على التخرج بس بطيت. اتفقنا على تخرج بس بطيت. ويبس موعدنا على خدي. ودوريتك بين صفحات التخرج بس لقيتك بالوطن تركض شهيد. الله. بين ذاك الموعد موعد ودفتر حكينا على العشق شفتك جديد. ليش بستيجك ورد مو انت بيه؟ ليش قلمك ما هو بيدك؟ شنه خايف لو رجف؟ قلت له جيك بعرس ابيض بس جيت جنازه حضنتها النجف. الله الله. كان حلمي مثل كل هاي البنات بنفس بدله بلون وجهك واختلي بقلبك وبات. الله. بنفس شكاله على قدي وضحكه من شفاف سمره والخجل يبدع لخدي. يا حبيبي حتى حيطان القسم تشهد عليك. قلت له ما بوقن ضحكتك واطلب من الله ايديك. الله. قلت له لبسك حلقه صفرة وراح اموت بس عليك. شو متت لجل العراق، شو قدر حبنا على تابوتك يغني، شو لبست هدوم بيضة والوطن شنها احلى مني. الله 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 الله. ليش سابح بالدمى مو انا ماي؟ الله الله. ليش سابح بالدمى مو انا ماي؟ ليش طشيت على عين احلام مرديه وقلت بالعطله جاي؟ والله لو مستعجل بذاك امتحانك ابنك مخضر لصيت. الله عليك. والله لو مستعجل بذاك امتحانك ابنك مخضر لصيت. وراح اشيل الراس اقلهم زوجي متخرج شهيد. وراح ابد عيوني كلها والبس الملقى نشيد. الله. يتمتني وما قدرت يتيتم ببطن طفل. جابوا التابوت اشوفك واسحل بروحي. سحل امه تركض حتى ابوي يقول لابويا يقول لابويا الزفه ناقصها حجل. شتفت قلبي وجيتك بس لقيت بشفك الدمع حلال وشايل بشفك وطن بس ولا كأنك شهيد. الله. شايل الدنيا برحيلك حتى تابوتك جديد. الله. سلامتك. الله عليك. الله الله الله.